السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف يفوز الزمالك بالقمه؟ طبعا كلنا عارفين مباريات القمه بتخلص بتفاصيل بسيطه. اول حاجه نتكلم عنها تشكيل المباراه. تشكيل المباراه من وجهه نظري كالاتي: هيبقى محمد صبحي في حراسه المرمى، خط الدفاع من يمين للشمال عمر جابر، محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، بنتايج، دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، اخوان بيزيرا، شيكو بنزا، عدي الدباغ. في ناس هتعترض معايا على كام اسم في التشكيله دي وانا عارفهم. عمر جابر اولا لازم يرجع ناحيه اليمين، بس ابوس ايدك من دلوقتي يا عمر جابر بقولها لك ما تسرحش، ما تسرحش عشان ما يجيش واحد من وراك زي بن شرقي مثلا ولا غيره ويجيب هدف. انا عايزك تواجه. احنا احلى حاجه ان احنا نلعب تريزيجيه، هو نجم الفريق في الوقت الحالي، هتلاقيه ضامن وعايز يشوط، فانت بتواجه صح، وهيضم معاك دونجا وعبد الله السعيد. تمام تمام. الناس بتعترض على حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو افضل مدافع في الزمالك، بيلعب المباريات الكبيره، يعني مباراه بيراميدز، مباراه الاهلي، اي مباراه تجيله هتلاقي حسام عبد المجيد واخد المهاجم في جيبه. تمام تمام. وبنتاج طبعا هيشيل الدنيا. قدام بقى شيكو بنزا، ابوس ايدك ابوس ايدك التزم شويه بالتعليمات، الضغط والدفاع، ابوس ايدك يعني. تمام. مكسبنا في المباراه دي هي الوينجات. لو الناس بتلاحظ جميع الاهداف اللي بتدخل في الاهلي في الفتره الاخيره بتبقى بدايتها الوينجات، يعني اما عرضيه، يعني بتتعرض الكوره وبيدخل المهاجم هدف على طول. والكرات الثابته، ابوس ايدكم الكرات الثابته يا عم فيريرا، ركز مع اللعيبه عليها، لان الاهلي ضعيف في الكرات الثابته السنه دي، وثغره باينه قوي في دفاعات الاهلي. تمام تمام. يبقى احنا عندنا خط الدفاع، اتمنى ان احنا نقابل من قدام شويه، لاني الاهلي ما بيلعبش دايما الطويله في خط في ورا ظهر المدافعين، يعني دي قليل لما تلاقي الاهلي بيلعبها. تريزيجيه دايما بيواجه وعايز يضم ويلعب الار2. عمر جابر هيواجه صح، لكن لو في لاعب عدى في ظهر عمر جابر سلام عليكم، خلصنا الموضوع. وبنتايج الحمد لله في الشمال انا مطمن للناحيه دي يقفلها، بس شيكو بنزا يرجع يدافع معاه. طيب مكسبنا ازاي قدام؟ احنا مكسبنا قدام عندنا الوينجات، الاهلي ضعيف ضعيف، باكاته ضعيفه السنه دي، وفضيحه كبيره بين في دفاعات الاهلي. تمام. انت تلعب على محمد هاني يا شيكو بنزا، لو عديت كم عرضيه تك هدف باينه خالص، ماشي. وبرده يعني بزيرة ربنا يكرمه المباراه دي ويلعلع، انا حاسس ان الواد ده المباراه دي بالذات هيلعلع فيها. تمام تمام. طيب خط النص عند احنا في ناس كتير معترضه ان عبد الله السعيد يعني في المباراه دي مش هيقدر يجري، لا، المباراه دي بالذات عايزه ناس خبره، عايزه مدرب في الملعب. المباراه دي في الملعب، عايز افكر الناس ان زي النهارده كانت مباراه السوبر الافريقي، والسوبر الافريقي لو كنا فاكرين احنا ما كناش المرشح الاول للمباراه، احنا كنا داخلين المباراه ونسبه فوز الاهلي تتخطى ال 103%. تمام. والحمد لله بالاراده والعزيمه، وروح الفانلة البيضة اللي بيقول لك مجاليه ما فيش روح فانلة بيضة وفانلة زرقاء، مفيش غير الفانلة الحمراء. المهم يعني روح الفانلة البيضة، قدرنا نكسب الحمد لله. فانتوا وصلتوا لمرحلة من ايام جوميز ان احنا بقينا شخصية في الملعب، بقينا في مباريات الاهلي لا احنا لينا شخصية في الملعب. انا عايز حاجة اقولها للمدرب فيريرا: اوعى تتخلى عن شخصيتك في الملعب. انت كسبت المصري لما لعبت بشخصيتك وما غيرتش طريقة لعبك. انت بتنزل ضاغط، بتهاجم، بتكسب، بتصنع فرص كتير بتكسب، بتصنع فرص قليله ما بتكسبش. تمام. يعني احنا لما لعبنا المصري غير طريقه لعبه عشان خاطرنا، فالمصري خسر. اي فريق انت تغير طريقه لعبك عشان خاطره هو انت اللي بتخسر، انت اللي بتخسر. واكبر دليل احنا بنخسر قدام الفرق اللي لسه صاعده من درجه تانية. ليه؟ لان احنا يعني لو ما بنحترمش الفرق بما فيه الكفايه. لما جينا المصري لعبناه اللي هو كان متصدر الدوري واقوى فريق في الدوري في الموسم السنه دي، انت لعبت نزلت هاجمت عملت فرص كتير، فزت 3. تمام. فانت اهم شرط ما تتخلاش عن شخصيتك، لازم تنزل ضاغط وتلعب لعبك هو الطبيعي ولعبك العادي. انت ضيعت معنا نفسك فرصه مكسب الجونه وكنت تدخل مباراه القمه مرتاح، لا احنا متعودين على الضغوطات دي ما شاء الله. تمام. واللعيبه مش محتاجه تتحمس لمباراه زي مباراه الاهلي. اتمنى شيكو بنزا يلتزم بادواره الدفاعيه ويلتزم بالضغط، ويا ريت يا ريت نصنع فرص كتير. احنا لما بنصنع فرص كتير حرفيا بنبقى فريق عالمي. ازاي؟ دور ناصر ماهر وعبد الله السعيد في المباراه دي لا يقل اهميه عن دور فيريرا اللي قاعد بره، ودور الجمهور اللي بيشجع ال90 دقيقه. تمام. ناصر ماهر لو بمهارته عرف يعمل سروهات في قلب شويه مدافعين شوربه في الاهلي ما شاء الله، يعني هنصنع الفرق. عدي الدباغ
بيلعب كرة على الارض حلوه وهيعرف يطلع الوينجات. انك انت اولا يعني مكسبك في المباراه دي الوينجات. ناصر ماهر شيكو بنزا يمسك محمد هاني يغسله لنا غسله حلوه الشوط الاول، والشوط الثاني بقى يمين ناصر ماهر وارمي شيكو بنزا ناحيه فيرير ناحيه الفينا، وحياتك هتشوف ناحيتين جبهتين نار. ماشي، انا كل ثقه ان شاء الله ان المباراه دي هنكسبها، واتمنى من الله ان شاء الله المباراه دي يعني احنا لو كسبناها خلاص الدوري السنه دي هنكمل فيه باذن الله وهناخدوه. عايز راي الناس في تشكيل المباراه، ورأي الناس برضو في طريقة اللعب المناسبة. أنا بالنسبة لي احنا هنلعب زي ما احنا بنلعب بالتشكيلة دي، ونلعب 4-2-4 في حالة الضغط. أنا بحب الضغط بالأربعة، بحب الضغط باثنين، عدي وناصر ماهر بيضغطوا على الاثنين مدافعين، وبضغط بالوينجات اللي هم خوان بيزيرا وشيكو بنزا. أنا لما بضغط صح بغلط الفرق اللي قدامي، ولما بعمل فرص كتير احنا أزمتنا كلها كانت في مباراة صناعة الفرص. انت وادي دجلة لما خسرت منها انت عملت طول الشوط الاول ما عملتش غير فرصه واحده وضيعها ناصر ماهر، والفرصه اللي جاب لها غلطه من المدافع جبت منها هدف. اي مباراه بتصنع فيها فرص كتير وبتستغلها بتكسب. تمام. طيب، وفي نهايه الفيديو حابب ابارك لاخويا وصاحبي وعشره عمري الاستاذ عبد الحليم رجب، اللي دايما بتلاقوه في الكومنتات ده اعظم مشجع اهلاوي محترم هتلاقوه في الصفحه عندي. السلام عليكم.